غتقولي ليه قال لك هاد الهضره ما كنوجهوش لك انت، بحال كنقولها كنوجهوها لباباك. اما انت راك ما انت ماشي من مخول لك انك تحدث في هاد الامور، انت ماشي ناطق رسمي، انت غير عضو مكتب مكلف باللجنه التقنيه اللي غيجي الدور ديالك نحاسبوك عليها. بالثاني نظرا اللي جا عليك بالقانون ما غنجيش نقريك القانون. الجمع العام هو السيد نفسه، وملي كيكون ان شونجمون في ستاتيو يعني في القانون الاساسي الجمع العام الاستثنائي هو اللي كيغير فيه، ولا محاضر ولا اجتماعات ديال المكتب المسير اللي كتبتها محاضر. كنظن ان المكتب المسير يفرق لم يجتمع، كنظن على ان ما كاينش محضر، كنظن على ان ما كانش جمع عام، يعني ما كاينش الهضره اللي كيقول غير منطقي هو. وثاني حاجه كنقول ليه هذه الهضره ديال باباك قالها لك، الهضره ديال خصو يتعلم يفرق ما بين الهضره اللي كيقول ليه بابا الدار والهضره اللي هضر على الوداد. القانون لم يحترم، هذا اللي كان كيدل على شيء، يدل على الانفراد ديال العشوائيه اللي كيتميز بها السير ديال اكرم. حنا غنتسناو الرد سيكون في الشارع هو اللي غيدوي، وغنشوفوا واش الولاد ديالو ولا ديال الجمهور. القرار الهضره كتولفين صاحبها. الوداد كيسير مكتب مسير القرارات ديالو كتتجه على اجتماعات كيتمخض على محاضر. كنظن ان فريق المكتب المسير لم يجتمع وما كاينش محضر وما كاينش موقف رسمي، وتا الناطق رسمي مخول بالحديث ماشي هو حافظ. الهضره اللي كيقولوا الهضره قالها ليه بابا، كنقول لك بابا حيت ولينا حنا في العائله مابقاش ديال الوداد الفرقه ديال الكره. الشارع هو اللي غيبغى نشوف واش ديالو الوداد ولا ديالنا حنا. اي حاجه كاين ما تبقاوات تاع الجمهور ولا يقرر، وديك الساعه نشوف واش اكرم ولا تحدد له الجمهور. كنظن ان اكرم ماشي هو اصيف البرخيه، ماشي هو اللي عنده العلم، ماشي هو اللي بوحدو كيفهم. هذا هو المشكل ديالو، انه ما كيسمعش الجمهور، وما الجمهور رايح يحاسبو. الوداد راه كنقول لك راه 75 عام ديال الكره، ملك ديال الجمهور ديالو ديال رجالات الاستواء قبل ما يجي اكرم من قلعه فراغنا.